وده كان الشكل النهائي. ده كريسبي سمك اللي هعتمدها بعد كده في بيتي في اي ستريبس انا هعمله سواء سمك او فراخ، لان الطريقه واحده مع اختلاف بسيط. انا استخدمت السمك المجمد اللي بجيبه من السوبر ماركت وتقريبا موجود عند كل الناس، ولكن للامانه هو مش اجود نوع سمك. اللي افضل منه الفيليه اللي بيتباع عند السماك، بقطعه شرايح زي ما انتم شايفينها كده صغيره طوليه بالمنظر ده. ودي اول تتبيله معايا: معلقه من الثوم المفروم، معلقه من الكمون، نص معلقه كاري هندي، ربع معلقه شطه او بابريكا، ربع معلقه من الملح، ورشه من الزعتر الجبلي، ومعلقه من الخل. ومكسي بقى الفيليه بتاعك بالطريقه دي ودخليه التلاجة عقبال ما اعمل الجزء التاني. كوبايتين من الدقيق كبار، هنتبلهم بكمون وملح وتوم باودر وبصل باودر وكركم وكاري هندي تاني، وبس على كده. هنقلبهم كويس ونقسم الكميه، بمعنى ان كل طبق من الطبقين دول فيهم كوبايه دقيق. هاخد الطبق الاولاني هنزل عليه بكوبايه ميه. هعمل هنا يا جماعه عجينه تبقى شبيهه للبانكيك، يعني لا هي تقيله قوي ولا خفيفه قوي. قلبت كويس بالمعلقه، ولكن استخدمت المضرب اليدوي عشان اوصل للنتيجه النهائيه اللي انا عايزها. عندي حله صغيره فيها ربعها زيت. كل ما توسعي الحيز بتاع الحله كل ما تستخدمي زيت اكتر، فانا شغلت دماغي هنا، جبت حله صغيره عشان استخدم اقل كميه زيت مع اعلى ارتفاع من الزيت. وخدت السمك بتاعي نزلت بيهم في الخليط العجين زي ما انتم شايفين كده، وقلبتهم كويس. وخدت بالشوكه كده نزلت على الجزء التاني من الدقيق الجاف، وقلبت حوالي 7-8 مرات زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت. وبعد كده بعد ما قلبتهم عندك خيارين: ان انت تنفضي الدقيق، يا اما تستخدمي المصفى اللي موجوده في كل البيوت اللي هي ديت، او تستخدمي ايدك، لان الطريقه دي ما وصلتنيش لطبقه القرمشه اللي انا عايزها. فخدت جزء تاني من السمك اللي في الخليط حطيته في الدقيق الجاف، واستخدمت هنا الطريقه العاديه بعد 10 او 8 مرات من التقليب، ورجعت نفضتها زي ما انتم شايفين كده بهزها. الهزه دي عملت تجاذيع على جسم السمكه، وهي دي التجاذيع اللي وصلت لي الطبقه اللي هتشوفوها قدامكم حالا، المقرمشه اللي باينه اللي بتبقى عامله زي المحلات بالظبط، زي الكنتاكي او الستريبس اللي احنا بنشتريه الرائع. قعدت على النار لمدة 6 أو 7 دقايق، كل وجه 3 دقايق، وبصفيه كويس جدا من الزيت وبحطه على منشفة المطبخ أو منديل مطبخ. وده كان الشكل النهائي للستريبس السمك المقرمش قوي واللون الذهبي. عارفين طبعا اللون الذهبي ده جالنا منين؟ جالنا من الكركم. خدت بالكم الكركم هو اداني اللون الجميل دوت. بصراحة كان تحفة، والطريقة دي في التتبيل ده بالتكنيك ده وصلتني لمرحلة حلوة جدا، لأن أنا استخدمت كذا طريقة تتبيلة أو كذا طريقة عمل، بس النتيجة النهائية اللي أنا وصلت لها دي كانت مرضية جدا، اللي تخليني في بيتي أنا هعتمدها. وأنا قلت لكم التجربة بكل أمانة، وده كان الشكل النهائي. جربوا الوصفة وقولوا لي إيه رأيكم.